بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الشتاء كله زي ما انتم عارفين مليان خير ومليان خضرة ومليان حاجات جميلة جدا. زي ما انتم شايفين الحاجات كده حلوة قوي وشكلها اصلا بيبقى جميل قوي في السوق ومغري كده وحاجة عظمة. احنا عايزين نعمل شوية تفريزات تريحنا ان شاء الله في رمضان. انتوا عارفين ان ده شغلي. فاحنا عايزين نعمل حاجات تريحنا في رمضان ونتفرغ للعبادة وتطلعي حاجتك كده بسهولة. تبقى الموضوع سهل وبسيط. ربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب العالمين، ورمضان كريم على الجميع يا رب. وإن شاء الله تكون أيام خير وبركة وفضل من عند ربنا. قبل ما أي حاجة، قبل ما نبدأ في أي حاجة، عايزة أقول لكم نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان نعمل لايك للفيديو بتاعنا، لان اللايك يا جماعة بيفرق معانا كتير والله، وبيخلي ناس كتير جدا تشوف الفيديو. غير كل واحد بيعمل لايك واحدة كذا واحد بيشوف الفيديو، فتخيل انت عملت خير قد ايه. او انت عملتي خير قد ايه وانت مش واخدة بالك. عايزة اقولك ان التفريزات دي كلها يا جماعة، كل دول ما كملوش 200 جنيه. 2 كيلو ونص سبانخ و2 كيلو ونص قلقاس و2 كيلو بسلة و2 كيلو فاصوليا. شوية حاجات ما تكلفوش 200 جنيه. ما بقولكيش اعملي كل حاجة مرة واحدة. لا انا بقولك اعملي كل ما تعملي طبخة بسلة، شيلي طبخة لمثلا لرمضان للصيف. كده لو عملتي طبخة فاصوليا، لو عملتي طبخة قلقاس، كل مرة تشيلي معايا. يعني بدل ما تجيبي كيلو واحد من الحاجات 2 كيلو، شيلي كيلو علشان ما تقفيش الوقفة الطويلة اللي انا وقفتها دي في التنظيف والتقطيع والحاجات دي كلها. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجة الفاصوليا. عايزه اقول لك لما بتيجي تنقيها، شايفه انا كسرتها ازاي تتكسر منك كده، مش تفضل متنيه وما تتقطعش بسهوله. لا، تتكسر كسر منك كده عشان تكون خضره وجميله. وطبعا التفريز بتشيل الحاجه بحالتها، بتطلع لك بنفس الحاله دي. وعاوزه اقول لك كمان معلومه مهمه جدا: ما تحطيش خضار في ميه سخنه. شيليه اخضر زي ما هو كده، بيطلع بحالته زي ما هو. بس نشيله من الفريزر على التخديعة بتاعتك على طول، او على النار على طول، ما تخليهوش يطلع يفك الاول. عبيت الفاصوليا خلاص في 3 اكياس اهو. والبسلة برضو ما شاء الله اليومين دول مليانة جدا وطعمها مسكر جدا. عايزاكي ما تستنيش لما البسلة تنشف والحاجة تنشف وما يبقاش فيها خير الوقت اللي احنا فيه ده. وتبقى فاضية، ما تطلعش معاكي كويس كمية كويسة. عندي بقى نص كيلو من الجزر عملته على 2 كيلو من البسلة. قلبته بقى وقطعته زي ما انتوا شايفين كده، اسهل تقطيعة اللي هي التقطيعة اللي على الايد دي. قطعي على القطاعة زي ما انت عايزة، اعمل اللي انت عايزاه. كل حاجة مغسولة ومتنضفة ومتصفية زي الفل. الاكياس بقى محكمة القفل دي بتريحني جدا يا جماعة، لانها بتتبطط كده وما بتاخدش مساحة في الفريزر خالص. عايزه اقولك ان الحاجات دي لما بتيجي تطلعيها كده في رمضان ولا في وقت زنقه، ولا حد ضيف جالك فجأة، بتحسي ان انتي لاقياها. انتي فاهمه يعني، بتكوني يعني بتريحك من التفكير كتير. الحاجات المتفرزنه ديت بتريح كتير جدا وبتحل ازمات وقتيه. برضو بتخرجي كل الهواء من الاكياس علشان ما تبقاش منفوخه على الفاضي. السبانخ بقى بنسيبها براسها يا جماعة، وبنقعها كويس جدا وبغسلها. كل الخضار بيتنقع بمية وخل عشان قتل اي ميكروبات موجودة، اي حاجة كده تكون مش تمام. ونقعي كويس واغسلي كويس في المية الجارية كذا مرة، زي ما انتم شايفين غسلاها وحطيتها في مصفى تتصفى. اضغطي بقى على قد ما تقدري في السبانخ بالذات، لان السبانخ هشة، فبتاخد وقت على الفاضي، بتاخد قصدي مكان على الفاضي. بنفضل بقى نفرغ الهوا منها كده لحد ما نلاقي خلاص زي ما انتم شايفين كده حاجة جميلة. القلقاس بقى ودور القلقاس والجدال اللي داير على القلقاس يا جماعة، وازاي نقطع القلقاس وبيبقى صعب جدا. انا بقطعه قبل ما اقشره، او بقشر تقشير خفيف من بره كده، وبقطعه زي ما انتم شايفين علشان يكون سهل التقشير وسهل التقطيع. القلقاس يا جماعة ما بيتغسلش، ما بيتغسلش مصرين ان هو ما بيتغسلش. على فوطة نظيفة كده، وما تخليش اي حاجة من الشوائب اللي بره ديت تلمس القطعة اللي انتي عملتيها جوه. بكل نظافة. لو حصل وفي حاجة بمناديل او بفوطة ناشفة كده نظيفة، وتمسحيها
من بره علشان المادة الزلالية اللي موجودة فيه ما تنزلش في المية، وبعدين بتبقى مش لطيفة خالص لما تيجي تسلقي بقى تطلع رغاوي كده غريبة على الوش، ما بتبقاش لذيذة خالص، وبتفقد طبعا كمية كبيرة من غذائها. تنقي القلقاسية اللي فيها روز صغننة كده، وتكون الأيام دي القلقاس جميل يا جماعة، تحفة جدا، من غلوة واحدة بيستوي. انا بقى ما عملتش الخضرة بتاعته المرة دي، ان شاء الله هعملها مرة تانية، ولو ان انا بحبها طازة. فهو موجود السلق والكزبرة طول السنة، ولو ما لقيتش سلق والله بعمله بكزبرة بس وبيبقى حلو جدا. برضو السبانخ الكزبرة بتاعتها موجودة طول السنة، ولو ما فيش برضو ساعات بفرزن كده لما بيبقى فايضة وزيادة عندي. وموجودة الكزبرة طول السنة للسبانخ وللقلقاس والسلق كمان. برضو فرغي الهوا كده. انا بقيت بقى شوية بسلة على جزر وشوية فاصوليا، عملت بيهم كيس شوربة خضار. وقت ساعتها بقى لما اجي اعمله ابقى اجيب الكوسة واقطع البطاطس، ما احبش افرزن البطاطس والكوسة. اهو عملتي كمية خضار حلوة جدا. زي ما بقولك كده هتلاقي نفسك كأنك بتلاقيهم. صلوا على النبي يا جماعة كده واذكروا الله دايما وانتوا بتعملوا الحاجات الحلوة ديت في بيوتكم. واعملوا لنا لايك واعملوا لنا اشتراك لو ما كنتوش عملتوا لنا اشتراك قبل كده. كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب، ويعيد عليكم الأيام الجميلة دي بالخير واليمن والبركات، ودايما كده تفضلوا تعملوا لأولادكم في بيوتكم بإيديكم إن شاء الله. شكرا ليكم.